عسلامة عسلامة، شنو أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا كلكم بألف خير. كما تشوفوا اليوم رجعت لكم بوصفة سهلة وبنينة على الآخر. حبيت نعمل معكم مقرونة تونسية بالحوت. الطريقة سهلة ومبسطة على الآخر. تبعوني باش نوريكم طريقة التحضير. أول حاجة باش نوريكم المكونات اللي أنا استعملتها. عندي لهنا مقرونة سباجيتي، مغرفة كبيرة ثوم مفروم، كعبة حوت متوسطة مقسومة على زوز، وعندي وريقات رند، فلفل شايح، قرينة فلفل مملحين باش نقليهم، وعندي مغرفتين ونص طماطم معجونة، وغرفة كبيرة هريسة عربي. لهنا عندي فلفل أحمر، كركم، توابل وكروية، فلفل أكحل وملح وكمون. بالطبيعة لازم نفوحوا الحوت بالكمون. لاني حطيت اول حاجه باش نفوح الحوت نتاعي. كيما تشوفوا الحوت هذيا قصيتها على زوز، حطيت لها شويه ملح، حطيت لها بالطبيعه شويه كمون، وبالطبيعه زاده مش نضيف لها تابل وكرويه من كل شيء. يعني بما انه الحوت مش برشا، على راس المغرفه الصغيره فلفل اكحل وفلفل احمر وكركم. وبالطبيعه كما قلت لكم نحط الكمون، لانه الحوت لازم يتحط فيه الكمون يبننوا على الاخر. ليني كما تشوفوا باش نحاول ندخل لفحات الكل في ترانشات الحوت، ونخليهم على جنب يرتاحوا لين نحضر الصلصه متاعي. زاده كيف نفس لفحات راني باش نفوح بها الصلصه بتاع المقارونه، ما عدا الكمون فوحته في الحوت اكا، حطيته في الحوت اكا هو. كما تشوفوا باش نفوحها بالطريقه دي وندخل فيها كل الفحات ونخليها على جنب. واول حاجه باش نعملها حطيت حكايه نص كاس زيت، خليته سخن شوي في الكسرونه متاعي، وحطيت فيه قرينات فلفل باش نقليهم من اللول ومن بعد نخرجهم. كما تعرفوا الفلفل يبان الماكله من بعد كي نقلوه من اللول. ومن بعد باش نضيف الطماطم ديريكت على الزيت السخون. بالنسبه لي انا ما حطيتش بصل، راهو المقارونه ما يتحطش فيها البصل، تتعمل هكا ديريكت كان بالثوم والصلصه واللفاحات تجي بنينه على الاخر. لهني كما تشوفوا حطيت مغرفتين ونص من الطماطم المعجونه باش نحاول نقليهم شويه فاك الزيت. ضفت عليهم شويه الفلفل الشايح، وبالطبيعه عندي مغرفه كبيره من الثوم المفروم زاده كيف باش نضيفها ونقلبهم شوي. وما ننسوش باش نزيدوا شويه ماء ونقلبوها باش تطيب معانا اكل. يعني الطماطم ما تبداش حامضه من بعد نحملها كالقروسيه، لازم هكا نطيبوها لمده دقيقتين 3 دقائق. نضيفوا لها شويه ماء ونخلوها تتقلى شوي، ومن بعد نبدا نضيف بقيه المكونات. لاني كما تشوفوا حطيت بمقدار مغرفه بالهريسه العربي، بما انها مش حاره برشا وانا وقت اللي عملتها نحيت منها الزراعه فما جاتش حاره، فخيرت نعمل مغرفه، وكان جات حاره راني حطيت منها بمقدار مغرفه صغيره. نحاول نقلبها شوي مع الطماطم بعد نبدا نفوح. حطيت بمقدار مغرفه صغيره مليانه تابل وكرويه، على راس مغرفه كركم، نص مغرفه صغيره فلفل اكحل، وبالطبيعه حطيت بمقدار مغرفه كبيره ملح، وبالطبيعه الملح على حسب الذوق. وما ننسوش رانا مملحين الحوت. لاني كما تشوفوا حطيت بمقدار مغرفه كبيره من الفلفل الاحمر متوسط. وباش نقلبهم كما قلت لكم لفحات ما تبقاش برشا تتقلب، لان نمرقوا ديريكت جيست نقلبوها ونمرقوا، لانه اللفحات كي نخلوها تتقلى كما عملنا مع الطماطم بعد تجي الماكله مره. يعني جيست هكا نقلوها ونحطوا ديريكت الماء. ولهنا حطيت ورقات الرند في الاخر. بالنسبه ليكم تنجم تحطوا الرند من الاخر كما تبدوش هكا يبدا قوي هكا في الماكله. اما انا كي نطيب في مقرونه ديما نحطه من اللول. مرقت بالطبيعه بمقدار هكا كاسين ماء كما تشوفوا، ونخليه حتى ليغلي ويعقد شوي. في المرحله ذي انا باش نحط كعبه الحوت متاعي. تنجموا تخلطوا الصلصه لين تطيب يعني على الاخر، ومن بعد تحطوا فيها الحوت وتهبطوا ديريكت الصلصه متاعكم طايبه. اما انا حطيتها في المرحله ذي من الاول خذي معايا كيكه ربع ساعه لين طابت الصلصه وحدها، ومن بعد ضفتها بمقدار كيكه 10-8 دقائق الحوت. اللي كما تعرفوا الحوت فيسع يطيب ما فيه شروح وما ياخوش برشا وقت. انا باش نخرجه في المرحله ذي خليت من 8-10 دقائق لين هكا طاب معايا شويه، وحطك النكهه متاعو الكل في الصلصه. وباش نحاول نخرجه نحطه على جنب، ونخليك الصلصة ديك تطيب لمدة 10 دقائق اخرين. جيست اول ما تقر الزيت متاعها يعني وتثقل شوي نخرجها ونحطها على المقارونة. لي طون اللي انا كنت طيف الصلصة سمت المقارونة في ماء سخون وملح وكركم
وكما تشوفوا شوية زيت باش ما تشدش بعضها، ومن بعد نصفيها ونغسلها بالطريقة دي. ونضيف الصلصة متاعي. بالطبيعة ردوا بالكم انتم تنحوا في الحوت من على خاطر الشوكة، بما اني انا نعرف ان الحوت هذا ما فيه الشوك يعني صغير ولا حاجة، فحطيت الصلصة ديريكت. نجم تصفوها في المرحلة دي على خاطر تردوا بالكم من الشوك، كان عندكم صغار ولا حاجة ما يبداش الشوك موجود في الصلصة. ولهني كما تشوفوا خلطت الصلصة مع المقارونة كما تشوفوا ما شاء الله على البنة، وحطيت زادة كعبة الحوت متاعي، وحطيت جرينات الفلفل. وهذه هي المقارونة التونسية بالحوت. تنجموا تعملوها بأي نوع حوت انتم تحبوا عليه، مش ضروري الحوت هذا، لأنه أكيد فما برشا أنواع نطيبوا بها مقارونة بالحوت. هذه كانت طريقتي في المقارونة بالحوت. إن شاء الله تكون عجبتكم، وإن شاء الله فيديو آخر. في أمان الله.